سيد الظافر، يعني إذا كانت المشكلة الأساسية أو واحدة من المشكلات الأساسية هي الخلل الموجود في الميزان التجاري، والسيد وزير المالية في موازنته أو ملامحها والحديث عنها لم يتحدث عن معالجة هذه المشكلة. يعني ما هو يعني ما هي المقترحات التي يجب أن تكون والتي كان من المفترض أن تكون في حديث وزير المالية لمعالجة هذا الخلل؟ الميزان التجاري طبعا من المؤشرات المهمه في العمليه الاقتصاديه. بنلقى انه في دول زي تركيا مثلا من الدول اللي قدرت الى حد ما يعني تحدث تقدم كبير جدا في شكل قلب الميزان التجاري، ولو انه في الفتره الاخيره حصل فيه تراجع يعني. فمجرد ما انت بتتكلم على ميزان تجاري انت بتتكلم على تحديث انماط الانتاج بتاعك، بتتكلم على توسعه الطاقه الانتاجيه بتاعتك، مش في المنتج الواحد، في عدد من المنتوجات المطلوبه يعني. نحن محتاجين نعرف خارطه على الاقل بتاعت انتاج. السودانيين دول كلهم يا جماعه بحكوماتنا المختلفه يعني يتكلموا دائما على الانتاج وزياده الانتاج. نحن في عناصر بتاعت انتاج من ضمنها الايدي العامله، من ضمنها ثقافتنا ذاته للانتاج وللعمل، والسودانيين بتعرفون بطبيعتهم وثقافتهم الاجتماعيه المعروفه لدينا يعني. وعندنا اشكال كبير جدا بتاع طاقه من غير انتاج ما ممكن نتكلم على، من غير طاقه ما بنقدر نتكلم على اي زياده في اي انتاج يعني. احنا عندنا مشكله في الطاقه حتى للهاوس هولد يعني. لكن في حلول كثيره جدا وبدائل ممكن الناس تتعاظم فيها. بدايته هو انه نحن يا جماعه نشوف الفجوات بتاعتنا، المستنزفات بتاعت الدخل السوداني ده. 4 عناصر ذكرها البروف، يمكن هو 4 منتوجات من ضمنها القمح، السكر الان عندنا فيه اشكال كبير جدا، المحروقات عندنا فيها اشكال، الادويه عندنا فيها اشكال، ودي كلها مستنزفه الميزانيه، دي كلها العامله الفجوه الجاب بتاع ال4 مليار ده بيطلع في 4 5. نحن السودان بيستورد زيوت باكثر من 350 مليون دولار زيت، في حين انه نحن من اوائل الدول او من اكبر الدول المنتجه للحبوب الزيتيه نفسها يعني. انا افتكر انه السودان ده يا جماعه في مشكله بتاعت مشكله تفكير حقيقيه يعني. مثلا هو في غايب عنصر بتاع راس مال مهم جدا بخلينا نحول الطاقات دي الى انتاج حقيقي وفعلي للفاليو ادد اللي بذكر البروف. غايب عننا الفكره بتاعت الشركات بتاعت المساهمه العامه. شركه الحبوب الزيتيه دي اصله دي ازمات السودان اللي حصلت يعني، ازمات سياسيه حصلت او في فترات اقتصاديه محدده حصل تكسير للبنيه الاقتصاديه بتاعت السودان ده، وبحسن نيه يعني، من غير تبييت النيه او سوء النيه دي يعني. لكن بعد ما قدرنا ننشئ رؤوس اموال حديثه، نحن حجم السوق بتاعنا كله، وضرب مثال به هو البروف في السوق مثلا بتاع القطاع المصرفي لا يتجاوز ال 200 مليون دولار، حاجه مخجله حقيقه يعني، اللي هو ده لا يساوي بنك محترم في اي واحده من دول اسيا دي يعني. ده ما نظام مصرفي بيرفض لك اقتصاد محترم يقدر يقلل لك فجوات بين ما تصدره وما تستورده يعني. وبالتالي شوفي مثلا واحده من سياسات النظام المصري، انت هل تعلمي انه الحكومه اللي فترات كانت مبسوطه جدا لان في هبوط في التضخم، في مؤشرات التضخم، وفي هبوط او في استقرار في سعر الصرف، لكن تعال شوف سعر الفائده زي ما هو 27 و30%. دي كلها وسائل ما بتساعدنا انه نحن نحاول نقلل الفجوات دي، وبالتالي تحس انه في عدم تناغم في مؤسسات الدوله. دائما وزير التمايز اللي بيحصل بين السياسه النقديه والسياسه الماليه، وانا ما بلوم زي ما ذكر الدكتور وزاره الماليه في انها المفروض تبتعد من البنك المركزي في فرض السياسات النقديه بتاعته يعني. انا بلوم الاقتصاد الكنزي ده ذاته اللي بيقول لهم يا جماعه انه انتم المفروض تضخ عمله في السوق وبالتالي انت حتحاول تدير شكل الاقتصاد. ده ما اقتصاد حقيقي ولا بينتج لنا انتاج حقيقي، واصوا ازمتنا في الحكايه دي باشا. نحن مرينا بكم عمليه بتاعت تغيير عمله. الان ال1000 جنيه واحده من اشكالات ناس الفوليسيتي بيقيسوها في الاقتصاد بتاع التداول النقدي ده، عندنا فيها مشكله كبيره جدا. ما في دوره بتاعت نقد قاعده تتم في السودان. صحيح محتاجه مثلا تكون تكاليف عاليه جدا في تغيير العمله، ودي كلها سايكولوجيكال فاكتور. نحن يا جماعه من غير ما نمشي لانتاج حقيقي. وده اضيف لك حاجه، هسه نحن بنتكلم على انه الميزانيه دي يا جماعه مفترض يكون فيها بنود صرف، من ضمنها انت قبل ذكرت الصحه والتعليم وكده. الناس ممكن تقعد تحول بنود الصرف دي الى بنود دخل. الى الان يا جماعه ما قاعدين نتعامل مع التعليم كصناعه. التعليم عندنا بند صرف، لكن تعال شوف التعليم في ماليزيا مثلا، ده رافد اساسي للميزانيه، لا يقل عن انتاج البترول بتاعهم على فكره. السودان ده يا جماعه من الدول اللي جاهزه لانها تبقى هب بتاعت اديوكيشن. كميه الاساتذه اللي فيه التاريخ ساي بتاع التعليم في السودان ما بسيط. كميه الجامعات الموجوده عندنا، السودان ده في فتره من الفترات كان جاذب بؤره بتاع التعليم. دي الحاجه اللي ممكن نسويها للناس. الانتاج بتاعنا وتسويقنا ما هو سيم وكركديه والحكايه دي بس. الخدمات دي الان شوف الدول اللي من حولنا فيها يعني
300 مليون، يمكن 100 مليون في اثيوبيا، 100 مليون في القاهره وعدد من الدول، وبالتالي ممكن نبقى دوله قادره على اننا نجذب ونقدم خدمات جيده في التعليم، بدل ما نقعد نضاعف للاستاذ ونطبع المال ونزيد وفي النهايه لا قادر يعيش، لا قادر يقدم خدمات. الجامعات بتاعتنا قادره تقدم لنا خدمه حقيقيه، رافضه للصناعات بتاعتنا. دائما في فجوه بين المخرجات بتاعت التعليم بتاعتنا وبين الصناعه وحوجتنا لها. ما ممكن نتكلم يا جماعه عن زياده بتاعت انتاج ونحن الى الان مدرسه مهنيه محترمه بتخرج لنا ليبر ما موجوده. منو فيكم ما مر بتجربه بتاعت انه العاملي اللي بتجيبه عشان سباك يصلح لك ماسوره في البيت عنده مشكله؟ نحن ما ممكن ننتج اصلا، فبالتالي عشان ما نكون ناس حالمين وحنظل نرفض التعليم ده بكل المال بتاعنا ده وكل قروشنا دي كان دفعناها في التعليم ما حنصلح التعليم ما لم يكون في رؤيه كليه، رؤيه تنمويه زي اللي عملها مهاتير في ماليزيا. حول بها قطاع التعليم في ماليزيا بدخل 200 مليار دولار، مبالغ ضخمه جدا. من اين ناتي بمهاتير اذا؟ نحن نتعامل مع واقع الان، مع واقع مأزوم حقيقي. ليه يا استاذ؟ يعني انتم الان يعني ترفضون هذا الاستوديو بنماذج ملهمه يعني من هنا وهناك، وقربتوا تقولوا غاندي يعني، لكن يعني من اين ياتي هذا النموذج؟ الفكره بالمناسبه الفكره ما مهاتير ولا فكره دا سيلفا ولا الفكره الشخص، يعني الفكره طريقه التفكير في انه نحن كيف نقدر نحول بنود الصرف دي يا جماعه لبنود دخل. شنو اللي بيخلي، شنو السياسات المطلوبه اللي بتخلي كل السودان دول ينخرطوا في عمليه بتاعت انتاج؟ كل الشباب دول يشتغلوا معانا. العقل السياسي السيد الظافر والسيد احمد، هل العقل السياسي معني بما تقوله؟ معني بمعاش السودانيين؟ معني بهذا الشعب اصلا؟ العقل الذي يفكر والعقل الذي يشرع والعقل الذي يدير العمليه السياسيه الان والذي يتشاكز على كرسي السلطه الان، هل هو معني بهذا الشعب؟ بهذا الحديث، بهذه التنميه التي تحدث عنها؟ العقل السياسي السوداني غير معني تماما، ودي ولا واحده من اجندته اصلا، يعني دي ما الاجنده بتاعته يعني. شكرا جزيلا.